الحديث اللي كان عن الحالة الأكبر جدليا اللي هي ضربة الجزاء، اللي يقال يعني أنا سألت ترى من أمس إلى اليوم، سألت يمكن تقريبا 10 حكام. واحد من الحكام الدوليين قال لي لو سألت 10 حكام 20 حكم يقول لك صحيح. لا، ضربة جزاء واضحة. تقصد طيب حقت ميشيلي ضربة جزاء واضحة. هنا ما ادري هل في تواصل، ممكن خلينا نقول انه الحكم في المباراة ممكن ما يكون شافها، لكن هي غرفة الفار ايش اللي صار فيها؟ هل تم التواصل معاه؟ الكرة جلست في الملعب تقريبا فترة، شفت الحكم كأنه يتكلم بس ما اعرف ايش اللي حصل، بس هي ضربة جزاء. انا وجهة نظري ضربة جزاء واضحة ولا عليها اخبار. من خروج الكرة الين عطى استئناف اللعب 20 ثانية فقط. محمد طيب يعني اصلا بعد الكوره هذه على طول ايش صار؟ يعني على طول لعب وبعدين ايش صار؟ يعني ايش صار؟ ما صار ولا شيء. حتى في الاعادات ما جابوا الاعاده على طول يا كابتن عشان حتى الفار يتدخل. يعني المفروض الفار ايش شغله اصلا؟ هو مو قاعد يتابع الحالات هذه. بس هو الظاهر ابو نوران الفار يعني ليه شيء مختلف، مو نفس النقل التلفزيوني الظاهر. يعني هو المفروض هو الفار يعني اوضح يعني ما ينتظر يعني من النقل التلفزيوني. هنا انا سمعنا انه الفار ما كان. لا، الفار اكدوا دائره لجنه التحكيم، قالوا لا الفار شغال وموجود والتواصل موجود. طيب اذا كان الفار موجود والتواصل موجود، فاكيد اللي كان مسؤول عن الفار استاذن، راح يمكن يخش دوره المياه ولا شيء، فما كان حاضر الحاله عشان كذا ما طيب شافها. امس من المباريات النادره في ما ادري يمكن صارت ام لم تحدث في المسابقات السعوديه، الحكم لم يذهب الى الفار ويشاهد الحالات. لم تحدث اعتقد على متابعتنا للمسابقات السعوديه. لا، بالذات انه في لقطات كانت تستدعي ترى بلنتي جزء انت تتكلم. اكيد طبعا اكيد في حالات كثير، حتى الطرد كان ممكن الحكم يرجع فيه، سواء ويطرد اكثر من لاعب. الطرد اللي حصل او غيره، يعني المفروض انه الحكم كان يرجع لها، لكن هنا علامه استفهام صراحه. طيب ما اعرف محمد، اذا انا سؤال، انا وصلتني معلومه قال حكام الفار مؤيدين جميع القرارات اللي اتخذها الحكم، يقول جميعها صحيحه. شوف ما اعتقد هذا الشيء، يعني عشان هم ما هم، انا ما اعتقد ان هم ما عندهم يعني هم ما عندهم واحد ما يكون ذكي في اني انا اطلع ادافع عن الحكم حقي ولا ابرر له. ممكن تبرر، عرفت، اما انك تقول ما كان في اخطاء لا. طيب يقول لك انا سالت الشارع الرياضي كله بيتكلم على المباراه حقت امس كابتن وعلى الاخطاء التحكيميه. ضربه الجزاء اللي لم تحتسب، يعني في حكم ممكن كابتن ممكن ضربه هذه كانت ترى مفصليه في المباراه. يعني هي اللي عكست المباراه، من كانت للهلال صارت للشباب. يعني هذيك لو حسب البلنتي ترى الحكم يقدر يحسب بلنتي وطرد كمان على اللاعب اللي دهس. لا كابتن، فيه دهس على قدم اللاعب، مقصوده غير مقصوده، فيه دهس، وانت امشي بالنظام. يعني زي ما النظام بيقول لك انت تمشي على نفس النظام هذا.